لا يا اختم بها ان شاء الله. هذه نختم هي حوار عائلي، هاي. قصة بين شيباني وعزوزة. نعم. الشيباني قال ود الغاية نرد شباب ندير كتاب ونبقى طالب في الأداء. هذه من القديم، من تحت السافة، من الأرشيف. من الأرشيف. قال ود الغاية نرد النص وما نختصش بي على الموضة نلبس. ايه وناخذ في الأداء بحصص مع الطلاب نظامي مش انتساب. مع بيحضر ديما. إيه. العزوز قالت له سيب لا ذاب لدريتك مش طاقيتك ولها يا حاسب سنيتك. ما عادي فيت فتفيتك زرعك طاب سجد له وسكر هالباب. عندها الحق. الشيباني قالها ود الغاية نرد صغير كتاب نديرو ونقعد طالب من الأخير مع خزرات عيون الطير ندير أصواب ونبقى أنا وياها أحباب. نعم. العزوز قالت له طاح سعيدك عمرك تم وذاب حديدك والدوة على الحب تزيدك في قلبك حيرة وعطاب وموال الغيات يكيدك على الشياب خطيرات بحورة وصعب. نعم ماله. قالها الشايب ود الغاية دعاية عليك مرض تجيك تموتي ويعزوني فيك. الله. كرهت سبحك ما نبيك عليك عطاب معاك العيشة غير عذاب. الله نسي أيامها الأولاد. ايه. خالتك الحاسة قلت له يا ويلك ويل انت الباين ما زلت رزيل. الطمعة في بودور طويل على اللي زي غير خياب. نعم. عليك زوة يا حاجة الفيل مريض ومصحتك ساب. عليه قول طبيب التحليل مع السكر عندك الأعصاب. وعندك نظري بتعديل وعندك في النبض اضطراب. نعم. وقنيطة وفي الصرف بخيل وفي الحاجة مانك جياب. عليك حمل الغيات تقيلي الشباب عليه الأصوابي بزعق ما يهماش حساب. الغفير قالها ود الغاية القلب نداوي ويبقى راوي بغية متخصص مش هاوي. الله الله. ونصنت بنت العرفاوي في بكاب مع بعيون تقول احرام. لطيفة. ردت عليه العزوز وعرفاتها يتكلم جديات. قلت له عيب. قلت له عيب يا حاجة تسيبني وتهجرني بعد ما شيبت غتيتي ونلي في ايام شبابي كاين لي بياض سنون مسمحني وخشامي كيف البرني زايدني سماحة فوق اللي عندي وكانت مكحولة عيني ومظفوري حاضر لعند حزامي وخدي كفتي للضي وجبنوني مواسي من عند العلي ايام كان رقيق حسي وكنت تجي وتحلف هيا غني لي بعد ما مال الوقت علي بتتركني بتمشي لم البلوطي ولكن تو ندعي للعالي كيف الوردة يرجعني نبدل في التسجيل اسمي يبقى رحاب ونلبس جوليه وجلباب وترجع كيف زمان تجي تقول احباب وفي الصقع تراجي في الباب. نعم. بارك الله فيك.